صباح الورد. الكيكة بتاعتنا النهاردة أو وصفتنا النهاردة هتخليكم تركنوا كل وصفات الكيك اللي تعرفوها على جنب، عشان هنعمل أحلى وألذ كيكة برتقال. ومش أي كيكة برتقال، دي كيكة برتقال مقلوبة مع صوص خطير بطريقة سهلة وبسيطة. شكلها فخم بمقادير بسيطة جدا وكالعادة بمنتهى السهولة. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا فاتن عوض، يلا نعمل أحلى وألذ وأسهل كيكة برتقال مقلوبة. اول حاجه هحتاج كوبايه من السكر، عليهم كوبايتين من الميه. ده الصوص اللي هنرفعه على النار الاول. مجرد بس ما السكر يبدا يدوب على النار، بعد كده بنزل فيه بشرايح من البرتقال، حبتين كبار من البرتقال او 3 متقطعين شرايح رفيعه بالشكل ده. هنرجعه كمان مره على النار لحد ما البرتقال يستوي لمده 10 دقايق كده على نار متوسطه، لحد ما شرايح البرتقال تبقى عندي شفافه وطريه بالشكل ده، وعملت كمان معاها صوص كده حلو هنسقي بيه الكيك بعدين. هنجيب صينيه الكيك بتاعتنا مقاس 26 متبطنه بورق الزبده، وده اساسي في الوصفه عشان ما تلزقش منكم. بنزل بشرايح البرتقال زي ما انتم شايفين. الخطوه دي بتخلي شرايح البرتقال وانتم بتاكلوها بعد كده بتدوب حرفيا في البق، وعامله زي قوام المربى، وطعمها حلو جدا. بنوزع شرايح البرتقال في الأرضية بالشكل ده، وبنركن الصينية على جنب. وده السيرب اللي طلع منها هو اللي هنسقي بيه الكيك بعد كده. تعالوا بقى نعمل الكيك نفسها. في الخلاط هحتاج ل3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليهم هنزل بكوباية واحدة من السكر، علشان احنا عندنا لسه السيرب هنسقي بيه الكيك، فعشان تبقى سكرها مظبوط. هحتاج كمان كوباية الا ربع من الزيت النباتي، وعليهم كوباية الا ربع من عصير البرتقال الفريش. هكتب لكم برضو كل المقادير بالتفصيل تحت الفيديو. هحتاج كمان لرشة من الفانيلا، ومعلقة صغيرة مليانة من بشر البرتقال. اخر حاجة عندي هي معلقة كبيرة من الخل، علشان تخلي الكيك يكون لونها فاتح من جوه وكمان هشة. هضرب كل المقادير السايلة دي مع بعض الاول لمدة دقيقتين 3 في الخلاط، لحد ما اتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس جدا. بعد كده عندي على المقادير الجافة كوبايتين من الدقيق الخاص بالكيك او متعدد الاستعمالات، عليه باكو من البيكنج باودر ورشة من الملح. هتأكد ان انا بقلبهم كويس جدا بالشكل ده. هنزل عليه بالخليط السائل وبقلب من فوق لتحت. اتأكد ان كل الدقيق اختفى، ما فيش عندي اي اثر للدقيق بالشكل ده. هيكون عندي خليط الكيك هو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش تقيل ومش خفيف. بعد كده في الصينية بتاعتنا اللي احنا نزلنا فيها بشرايح البرتقال، هنزل بخليط الكيك وبوزعه كويس جدا في الأرضية. بنظبطه طبعا، عندي الفرن متسخن على 180 أو على درجة حرارة متوسطة. هندخل الكيك دي على الشبكة لمدة 30 ل 35 دقيقة لحد ما تحمر وتستوي وتاخد اللون الحلو. هنخرجها من الفرن، هتلاقوا هو ده شكلها هشة وطرية، وريحة البرتقال قلب الدنيا من حلاوتها. هنسيبها تهدى شوية قبل ما نقلبها، علشان نعرف بعد كده نقدمها ونشوف شكلها مع بعض. وهي لسه دافيه بقلبها في الطبق. وهنا دي جت وظيفه ورق الزبده، زي ما قلت لكم بيساعدني ان انا اطلع الكيكه بسهوله، وشرايح البرتقال كمان ما تلزقش في الارضيه. بعد كده السيرب اللي احنا احتفظنا بيه في البدايه اللي سوينا فيه البرتقال، بنسقي بيه الكيك كده عشان تتشرب كمان من الطعم. ولكم ان تتخيلوا جمالها عامل ازاي، هشه وطريه وكل حاجه فيها ريحه برتقال. وشرايح البرتقال دي حرفيا بتدوب كده وانتوا بتاكلوها، مسكرة وطرية، مش ممررة أبدا، عشان احنا سويناها خطوة التسوية اللي عملناها في البداية. سيبوا الكيك بتاعتكم تهدى شوية، ده لو قدرتوا تستنوا أصلا. وبعد كده قطعوها بألف هنا. قطعوها كده، خلوا على كل قطعة شريحة من البرتقال. هتدمنوا الكيكة دي بجد. انسوا كل بقى وصفات الكيك، ولازم تجربوا لي الوصفة دي وهستنى رأيكم. كالعادة كانت وصفة بسيطة وسهلة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفات جاية إن شاء الله هنعملها مع بعض. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض. أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية.